السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. البتنجان المقلي بيشرب زيت منك كتير. تعالى اقولك على طريقة حلوة قوي تقلي بيها اكبر كمية من البتنجان من غير ما يشرب ولا نقطة زيت منك. وكمان هعرفكم طريقة تحبيشة حلوة قوي تحبشي بيها البتنجان، هيطلع معاكي طعمه تحفة. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. في البداية كده لما بنيجي نشتري البتنجان بتاعنا بتجيب البتنجان السودة الغامقة اللي بتكون سواتها غامق وتكون طرية، بتضغطي على البتنجانة بتلاقيها طرية مش ناشفة. الناشفة دي تعرف على طول انها مبزرة من جوه، بتيجي تاكليه تلاقيه ممرر معاكي. فحاولي دايما تجيبي البتنجانة اللي تكون طرية من بره وتكون ثمرها فاتح. تمام. جبت البتنجان بتاعي وغسلته كويس وشلت العنقود بتاعه الاخضر ده، وبعد كده قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيته في مصفى وبعد كده رشيت عليه شوية ملح وسيبته كده لمدة حوالي ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما صفى المية اللي فيه. كده لو عملتيه بالخطوة دي مستحيل يشرب معاكي نقطة زيت. اما لو قلتيه من غير ما ترشي عليه ملح وتسيبيه لحد ما يصفي المية بتاعته هيشرب معاكي زيت كتير. كده خلاص حطينا بقى زيت على النار وسيبنا لحد ما الزيت بتاعنا يسخن قوي، وهحمر بقى البتنجان بتاعنا على الوشين الاتنين لحد كده ما يدينا اللون الذهبي الغامق اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مش حاطه كميه زيت كتير، كميه صغيره خالص، هتشوفوها برضو في الاخر هتلاقوا الكميه هي ما شربش ولا نقطه زيت منك. كده تمام. هحمر بقى البتنجان كله عشان برضو مش عايزه اطول الفيديو عليكم. كده تمام. هنشيل بقى البتنجان بتاعنا واحطه في طبق على طول، لان طبعا انا واثقه متاكده مش هيشرب معايا نقطه زيت. شيلته كده بالظبط وحطيته في طبق لحد ما خلصته واحمر باللون اللون اللي انتوا شايفينه ده. وقلت كمان معاه شويه فلفل اخضر كده زي ما انتوا شايفينه ورصته كده في الطبق. تمام. يلا بينا بقى هنشوف هنعمل الدقه الحلوه بتاعتنا ازاي. بس اهم حاجه انقعوا البتنجان في شويه ملح، رشوا عليه ملح وسيبوه لحد ما ينزل الميه بتاعته. والله ما شرب مني زيت خالص، كميه بسيطه خالص اللي انا حطيتها هي اللي استنت معانا في الطاسه. تمام. هنجيب بقى المفرمه بتاعتنا او الكبه بتاعتنا، وهننزل باربع خمس فصوص من الثوم بس، وهنزل بمعلقتين اتنين هريسه من الشطه. دي هريسه الشطه انا عاملاها معاكم قبل كده. طبعا انا ما بستغناش عن الهريسه دي خالص، زي ما انتوا شايفينها كده. بعبيها في برطمانات وبخلي معلقه مخصوص ليها. ما ينفعش ان انا استخدم معلقه وارجع استخدمها في اي حاجه تانية، هتعمل عفونه معاكي وهتبوظ معاكي. الطريقه دي حلوه قوي. ادخلوا على برضو القناه هتلاقوا طريقه هريسه الشطه حلوه قوي. حطيت معلقه كمان من الكمون واربع معالق كبر من الخل، وهضرب بقى المقادير بتاعتنا دي كويس قوي. وحطيت برضو عليها شويه ملح كده وقلبتها، وهرجع بقى ارشها كده على الوش. والله تاكلوا احلى بتنجان. الطبق ده طبق رئيسي في الفطار وفي الغدا في اي وقت ممكن تاكليه. جربوه بقى بالطريقه ديت وان شاء الله يعجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.